بال 2017 بالجامعة كانوا يعرفون انه انا شاعر، فانا بالحديقة قاعد واجا ولد قاعد بصفي قال انت شاعر مو؟ قلت له اي، بس الولد يعني تعبان، شكله كلش تعبان مبين، قال لي تقدر تعبر عن شعور القصيدة؟ قلت له ليش ايش بيك؟ قال انا تعبان هواي وحتى باحلامي ما ارتاح، يعني حتى الاحلام اللي اتحلمها تعبان بيها. قلت له شنو صاير بيك؟ وهو يحكي وياي يفتح لحد الان اتذكر كل التفاصيل، يفتح بالردن مال القميص مالته ويرفع بيها، هو يحكي وياي وصل القميص لهنا، فباوعت اكو اثر سنون بيدي هنا. فاستغربت قلت له شنو هاي؟ قال انا بالليل هيك اسوي بنفسي. قلت له شنو صاير وياك؟ قال انا تعبان اكثر مما اتصور واريد تعبر عن شعور القصيده. حكيت القصيده كتبتها بعد ايام، لان المعاناه هاي مستحيل تطلع بيوم ويومين. رجعت دورت على الولد قالوا ماكو، ترك الجامعه الولد عنده ظروف وترك، وما لحد الان، واتمنى يسمح، واتمنى لو توصل له يدخل لي خاص واعرف شنو وضع حالي. فاسف طبعا على الاطاله من المقدمه، بس لازم احكي. كتبت قلت له اريد اغفى واتحلم حالي حال الناس، شو مسوى كتل ليلي باحلامي. اريد اغفى واتحلم حالي حال الناس، شو مسوى كتل ليلي باحلامي. ترى مليت افز عطشاني لي سنين، شو مسوي يا رب الناس مو شان الكتلت حسين. ولا انا اللي اكلت تفاحة ادم فوق، شالية شنحرم بالدنيا من الذوق. اريد امشي بدرب ما بي بشر عدلين، دلوني على درب الموت، بلك الموت تفهمني، بلك القى هذاك اللي ياخذ الوادم واتشلب بيه، واقول له شو وقت تاخذني. هلبت وبطريق الموت احصل طارش من الله، واودي ويا رسالة الدنيا توجعني. واريد الزم شكو مرتاح بالدنيا، واحطهم واقعد وياهم، وراويهم الضيم السوى بمتوني، واتعرين واطلع لهم مشاين عضة سنوني، وحاكيهم وبتشيهم واتوسل وصيح صياح. يا هالوادم المرتاحين علموني اريد ارتاح، اريد اوقف مثل كماك الضصفاح. اريد افتهم هذا الحزن شنو يريد، من بطن ام للدنيا رفس بيه. اظن هذا الحزن تومي، واظن هالعافيه متيها. يا رب دليها برسومي، يا رب قللها تلقى انسان نازع لك هدومه وبيها هاليومي.